الحكايه الجميله دي هقول لك عليها، وهي ممكن تحصل. السوشيال ميديا يهدى بس شويه كده، لان الموضوع اللي هقوله ده مش هزار، ده موضوع طبق كشري. القصه بدات ان اتنين، واحد منهم كان نفسه ياكل طبق كشري، راح لاشهر محل بتاع كشري، وهو طلب طبق كشري ياخدوا معاه ياكلوا. هما الاتنين بيتكلموا، واثناء ما المحل بيجهز طبق الكشري عدى عليهم راجل غلبان، قال انا جعان ومعوش فلوس. الراجل خد طبق الكشري واعطاه للشحات. بس المهم انه صدفه ان زميله صور القصه دي وراح كاتب على الفيسبوك: صديقي عاش جائعا لمده 6 ساعات من اجل ان يطعم شحات فقير. ونشر القصه دي في السوشيال ميديا، والدنيا اتقلبت. حاجه مش معقوله. وسام العدس الذهبي من المجلس الاعلى للبقوليات، اشتراك مجاني مدى الحياه في كل محلات الكشري من السيده زينب لحد المهندسين، مجانا من السيده زينب للمهندسين. اشاده عالميه باعتبار ان الكشري تراث انساني. تكريم رسمي لبطل الصلصه الحمراء هو الكشري. ظهور خاص في التوك شو، برامج التوك شو، عن الكرم والإحسان. خدوا بالكم، أكبر مصيبة تحل بشعب هي التفاهة والفراغ والبعد عن المنطق. يعني معقول طبق كشري أو كيس شيبسي يعني يشغل الناس دي كلها، والناس تطلع تتصور، ومطربين يتكلموا، ومحلات يعني تستغل الواقعة، وعربي يعني يتبرع ب 300 ألف دولار من أجل قيم الإحسان والعطاء. إيه يا جماعة، في إيه؟ مش ممكن اللي بيحصل ده، مش طبيعي، غير طبيعي. يعني فعلا تفاهة، وفعلا الناس بدأت تشعر بأنها مبالغة شديدة جدا، وأنها عملية مدبرة، وأنها يعني مش ممكن تكون بالصورة دي والمبالغات دي.